السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وافضل حال. هناخد النهارده ادوات التجزئه. ادوات التجزئه اللي هم 4 حاجات. اول حاجه دو، ودو لا، ودو الابوستروف، ودي. كل حاجه من دول لها حاجه. عندنا الدو مفرد مذكر بادئ بحرف ساكن، زي ما اقول مثلا دو شوبينج. عندنا دو مثلا دولا مفرد. عندنا دولا مفرد مذكر مفرد مؤنث بادئ بحرف ساكن، زي ما اقول مثلا دو لا ناقص يوم. عندنا دو ابوستروف، زي ما اقول مثلا ال في، تمام، دو اورجا. عايزه اقول لك ان احنا عندنا فير ديت بشيل الار او، بتبقى كده مع الجو، تمام، ان هو مع تشي اف ال وان. بصرف في فعل فير على حسب الفاعل اللي معايا في الجملة. تمام كده، تمام. هناخد بصوا يا حبايبي، احنا بنشوف او ديت، تمام، في الكلمات ديت بتساوي ايه زائد لو. الاتنين دول معمولين مع بعض بيدوني دي. زي برضو الاي ديت اللي هي بتساوي ايه زائد ال اس، عشان لما اشوف ديت واشوف دي ابقى عارفه هما جايين امتى، يعني بتوع ايه. زي برضو ما هو الدو واللو بتساوي تشي، والدو زائد ال اس بتساوي دي. تمام كده، عشان لما اشوفهم بس ما استغربش هما بتوع ايه. عندنا صفات الاشاره 4: سي، ست، وسي. كل حاجه لها حاجه. السي ديت اسم مفرد مذكر مبدوء بحرف ساكن، زي ما اقول مثلا ايه سي سبورت. عندنا الست ودي بتكون اسم مفرد مؤنث مبدوء بحرف ساكن، زي ما اقول مثلا إيه، اللهم صل على النبي، لما اقول مثلا إيه ست في. عندنا سي اي اس ودي جمع، لما اقول مثلا سي كل. اخر واحدة الا وهي ست، دي مفرد مذكر مبدوء بحرف ساكن، زي ما اقول مثلا ديت متحرك، زي ما اقول مثلا ست ار بري. كده صفات الاشارة. عندنا حاجة اسمها صفات الملكية، وديت بتكون على حسب الفعل اللي معايا. احنا عندنا الجو هنا طبعا مفرد مذكر، وهنا مفرد مؤنث، وهنا جمع. الجو بتكون مو، التي بتكون تو، الال والال بتكون سو. عندنا في المؤنث بتكون مي، في التي بتكون سي، في الجمع بتكون مي سي، بتكون مي وتي وسي. كده ايه
صفات الملكية. عندنا انا ممكن اعمل ايه؟ استخدم حرف الجر تو، زي ما اقول مثلا لو ليفر دو جون. تمام، هي بتساوي سو ليفر. كده بعبر عن الملكية، الجملة ديت بتساوي الجملة دي. عندنا اتر، تمام، طبعا تصريف فعل اتر دي جسوي، تمام، و اي و اي اس و صم و زت وصوم. تصريف اتر عندنا ممكن استخدم اتر دوت زائد تمام، زائد اسم توكيد او ضمير. لما اقول مثلا اتر ضمائر التوكيد، تمام، دي بتكون تو وسو ومو. سوري ضمير التوكيد اللي هو بيكون موا وتوا ولوي ولير. هعرفك كل حاجة منهم امتى، بس انا هنا بستخدم مثلا لما اقول مثلا ايه سي، تمام، مو ليفر، لو ليفر، لو ليفر ايه موا. هناخد حاجة تانية وهي ايه؟ عندنا ضمائر التوكيد. جو ضمير التوكيد بتاعه موا، تشي ضمير التوكيد بتاعه توا، ال ضمير التوكيد بتاعه لوي، ال ضمير التوكيد بتاعها ال زي ما هي، النو وهي والاو ضمير التوكيد بتاعهم نو، الفو ضمير التوكيد بتاعهم فو، التوكيد بتاعهم لير. سوري، وديت ضمير التوكيد بتاعهم زي ما هي. ضمير التوكيد ده بيعمل ايه؟ الضمير التوكيد ده بيعمل ايه؟ بيأكد لي على ضمير الفاعل، بيجيبه عشان يتأكد عليه. يعني لما اقول موا، تمام، جن، لما اقول موا جن لو باسكت، انا عملت هنا ايه؟ اكدت موا دهيت بضمير الجو، اللي هو انا كمان بحب الباسكت. ما بيعملش حاجه، هو بيجي عند الضمير الفاعل وبيأكدهولي بس. ممكن نحل مفعول به عاقل مسبوق بأحد حروف جر ثابتة اللي هو بوار وجو، ما علينا من دي. الجمع، بصوا هو في الغالب انا بجمع الاسم والصفة باس، طبعا بغير الارتكل. يعني لو هي لو او لا بغلها تي، تمام، ولو هي ايه وان خليها تي برضو، فاهمين؟ فالارتكل نفسها بتتغير، وبحط للاسم او الصفة اس. ده عظيم كده، عظيم. يعني مثلا لما اقول مثلا ايه امي، ان امي تبقى ايه؟ تبقى دي. عملت ايه؟ حطيت اس. قالك في حالات استثنائية، في حالات كده استثناء، ان هو لو مثلا منتهي بأو المقطع دوت بجمعه بايه؟ باكس. لو هو الاسم منتهي باكس او اس بسيبه زي ما هو، زي مثلا ايه؟ بيه. دي كده في المفرد. لما اجي اجمعها
خليها بي زي ما هي بالظبط، مش هغيرها. لو الاسم او الصفة منتهجين بايه، ال، هجمعهم ازاي؟ بايه، هحط لهم كده. زي مثلا ما اقول انيمال تبقى ايه كده يا جماعه. عندنا بقى ايه، في حاجات بتكون مركبة، زي مثلا ايه، ان، تشيب، دو، كل. اجمعها ازاي؟ طبعا اغير الاداة للتي، تمام كده. هنا ايه، هحط لها اس عادي تبقى كده، والتي طبعا اخليها زي ما هي ما بتغيرش، واحط كمل عادي ديت في الجمع. طبعا احنا عندنا مثلا ايه، في حاجات بتتغير تماما عند الجمع بتاعها، زي ما اقول مثلا ايه مسيو، زي ما اقول مثلا إيه اوي مثلا عين، باجي اجمعها ازاي؟ تبقى كده عيون. ففي حاجات بتتجمع، لكن احنا عندنا تمام، احنا عندنا في الغالب ان احنا بنجمع باس. طب لو هي منتهيه باس او زد بسيبها زي ما هي، لو هي منتهيه بمقطع او بحط لها اكس. عندنا في حاجات ما بتتغيرش ابدا عند الجمع بتاعها، زي مثلا ايه سوبر او اورانج او مارو، دول كده ما بتغيروش عند الجمع بتاعهم ابدا، بيفضلوا زي ما هما كده. الصفة دايما بعد سي لازم تيجي مفرد مذكر، ما ينفعش اللي تيجي مفرد مؤنث، ولا ينفع تيجي جمع. لازم بقى الصفة لو جت بعد سي ديت تيجي مفرد مذكر. زي مثلا ما اقول ايه له رب، دي جامعة هي، بس اقول سي اخليها مفرد مذكر، تمام كده. اقفل.